عمرك فكرت ايه الاشياء اللي انت بتعتبرها مهمة في حياتك وتركز عليها، وايه الاشياء اللي مش مهمة وبتحاول تتلاشاها؟ ولو انت فعلا عملت كده هتلاقي ان النتيجة انك خرجت من دائرة لوم نفسك باستمرار، وان في تحسين لحياة افضل. في السلسلة دي يا صديقي مش هعلمك ازاي تكسب المال ولا ازاي تحقق نجاح في شيء ما، ولكن هعلمك ازاي تخسر من غير ما تشكل الخسارة ديت مصدر قلق ليك، وازاي تحتفظ بالاشياء المهمة في حياتك، وانك تهتم فقط بالاشياء المهمة وانك لا تحاول يا صديقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إسلام أسامة وأنت بتتفرج على قناة فهمني. فكرة القناة إن أنا أقرأ كتاب وأفهمه بحيث إن أنا أوصل لك تجربة أشخاص وسط مكانة معينة وبيحاولوا يسهلوا عليك الطريق. فلو حابب تستفاد اشترك في القناة. اتكلم في السلسلة دي يا صديقي عن كتاب فن اللامبالاة للكاتب مارك مانسون، وأنا بعتبره كتاب مخالف للواقع تمام، وهتفهم فيه أشياء كتيرة كانت غايبة عنك. وعشان ما أطولش عليك هنفهم في الفيديو دوت إزاي تترك الفشل وتتقبله، وإزاي إن التركيز على الأشياء المهمة بس دي بتوصلنا لمرحلة السعادة وبيخلينا نتغلب على القلق والخوف اللي دايما محاوطنا. احضر كوب قهوه يا صديقي وصلى على النبي وندخل في الموضوع. بدا مارك في الكتاب عن قصه تشارلز بوكوفسكي، ويا رب اكون نطقت الاسم صح. وده كان كاتب وشاعر ولكن كان فاشل، مدمن للكحول ومقامر وعليه فلوس. ومن الكلام ده كله فهو اخر واحد تاخد منه نصيحه، وقعد سنين كتيره يحاول ينشر مؤلفاته ولكن بتترفض، واستمر على الحال دوت اكتر من 30 سنه. وخلال الفتره دي كان شغال في البريد ولكن بمقابل قليل جدا. المهم بعد ما وصل لسن ال50 صاحب احدى دار النشر الصغيره شاف كتابات بوكوفسكي وعجبه جدا، وابدى اهتمامه وقرر ان هو يستعين بيه في دار النشر وينشر مؤلفاته الحقيقيه، وانه بجانب دوت كان هو برضه مشفق عليه، فقرر ان هو يساعده ويراهن عليه. فكان قدام بوكوفسكي خيارين، لا اما يتنيه في مكتب البريد ويتجنن، لا اما يروح دار النشر ومش هيلاقي ياكل، لان طبعا صاحب دار النشر ما عرضش عليه فلوس ولا وعده بحاجه. كل الحكايه انه هينشر مؤلفاته وهيشوف ايه اللي هيحصل. وبالفعل وافق ان هو يروح دار النشر، ومن هنا كانت الانطلاقه. ومع نشر الروايه الاولى حققت نجاح كبير وقدر يالف وينشر 6 روايات ومئات القصائد اللي حققت مبيعات اكتر من 2 مليون نسخه. فلو انت شفت النهايه ديت هتقول واو، الراجل ده عافر وقبل التحدي وصمم على انه ينجح، مع ان في الحقيقه ما حاولش يغير من نفسه، بل اعترف بفشله وكتب عنها بصدق فحقق نجاح. طب سؤال هنا، يعني تقصد من كلامك اننا ما نحاولش نطور من نفسنا ونسعى عشان نحقق النجاح؟ طيب هو مين قال كده؟ الفكرة اللي بقولها لك انك تتقبل الفشل وتواجه الحقيقة وتشوف نقاط الضعف والقوة واللي هتحاول تعالجها. في قانون يا صديقي اسمه القانون التراجعي، ومن اسمه تراجعي اي حاجه بتسعى ليها بيتولد عكسها. الرغبه في التجارب الايجابيه تجربه سلبيه، وقبول التجارب السلبيه تجربه ايجابيه. وخليني اضرب لك مثال، انت مثلا بتروح الجيم ليه؟ مع انه في مشقه وتعب، بس هتلاقي من ورا التعب دوت الصحه واللياقه البدنيه. وقيس على ده حاجات كتيره. راجل الاعمال لو سالته ازاي حقق نجاح كبير وقدر يستمر هيقول لك لاني فشلت، وقدر من الفشل دوت يفهم ازاي ينجح ويحقق الافضل. فعاوزك ما تهربش من الحقيقه اللي انت عليها. الرغبه في التجارب الايجابيه تجربه سلبيه. هتقول لي وضح لي اكتر. هقول لك ان احساسك يكون افضل على طول ده بيخلي رضاك بيقل. يعني مثلا دايما شاغل دماغك انك عايز تكون ثري ويكون معاك فلوس كتيره ومش راضي على حالك اللي انت فيه دلوقتي، لانك حاسس دايما ان انت فقير ومش معاك فلوس بكفايه. ومثال تاني، لو في واحده شايفه انها عايزه تكون جميله فده بيخليها شايفه دايما انها مش جميله، وده بيخليها تسعى ورا المكياج والجمال مع انها اصلا جميله من غير مكياج والحاجات الكتيره دي. وده بنشوفه في واقعنا الأليم للأسف. تلاقي الإعلانات بتحاول تلعب في دماغك لصالح الشركات والمصالح شخصية. هتلاقي بيقولوا لك كن أكثر سعادة، كن أكثر صحة، كن الأفضل. هتبدأ تحس إنك فعلا مفتقد لده وبتحاول توصل للكمال، مع إنك ممكن تكون سعيد وعندك صحة كويسة الحمد لله غير النعم الكتيرة اللي عندك، بس خلاص بدأت تركز في حاجات معينة وماشي وراها. وده يلفت نظرنا لنقطة مهمة جدا، إن قلة اهتمامك بالشيء هو اللي هيقلل قلقك ويوصلك للي بتسعى ليه. فمثلا أنا في البداية كنت حابب اتعلم كذا حاجه، اتعلم برمجه وانجليزي واعمل قناه اليوتيوب، ومشيت في الثلاثه، واهتمامي بالثلاثه دول خلاني احس باحباط وندم لاني ما بحققش المطلوب. فقعدت مع نفسي وقلت هو انا ضاغط نفسي ليه في حين ان عندي شغلي وبيتي وحياتي؟ فلقيتني بحاول اختار حاجه واحده بس امشي فيها واركز عليها، واللي هي القناه يا صديقي. ولما بدات اقرا الكتب، تشوف الكتاب من هنا زي
اي حد فيه. لا ده صعب، الكتاب كبير، طب هخلصه امتى؟ كده مشكله. بس لما قللت اهتمامي وركزت ان كل يوم هاخد كام صفحه، لقيت في مده صغيره خلصت الكتاب بالكامل من غير ما احس، واستمتعت كمان بالكتاب. كل ما اخلص كتاب يعتبر بالنسبه لي انجاز. فالاهتمام بالاشياء غير المفيده ليس لها معنى ويولد القلق. هتقول لي ازاي؟ بيقول لك مارك انك لو طول الوقت قلقان من شيء معين فهتلاقيك بتسال نفسك انت ليه قلقان، وسؤالك ده بيخليك مخنوق من ان انت قلقان، فبيزيد القلق، وده مصدر جديد للقلق. مش عاوزك تتوه معايا وركز. فانا مثلا واحب اقول لك اني بضرب على نفس الامثال لاني دايما بحط نفسي في الموضوع وافتكر الحاجات اللي مريت بيها واقول ياه لو رجع بيا الزمن كان في موضوع شاغل دماغي جدا ما داعي لذكره. المهم الشاهد اني من كتر التفكير في الموضوع ده وان اديته اهتمام اكتر من اللازم ده خلاني قلقان وبفكر هل الموضوع ده هيحصل ولا مش هيحصل، وطول الليل بتقلب ومش عارف انام بالرغم اني هموت وانام. مش بيحصلك في بعض الاوقات كده؟ وبعد حوالي ساعه ونص تقريبا افتكرت ان الاهتمام الزايد بيولد الخوف والقلق. لو انا عاوز اطلع من الموضوع ده فلازم اقلل الاهتمام. طب اعملها ازاي؟ اول ما جالي الفكره ديت قمت قايم من على السرير ورحت شربت ميه وقمت متوضي ومصلي ركعتين. المهم ان احاول اغير تركيزي لحاجه تانية وما اديش الموضوع اكبر من حجمه. وبالفعل الحمد لله مع صلاتي واستغفاري بعد الصلاه دخلت في النوم عدل وقدرت اتغلب على المشكله اللي كانت مقرقه اني ما بقتش افكر فيها اصلا. فالمشكله يا صديقي في النفسيه وانك تحاول تفهمها كويس عشان تتعايش بشكل افضل. فالفكره اللي بحاول اوصلها لك انك تحاول تواجه مشاكلك وفشلك وتتقبلها، وما تحاولش تهرب من مشاكلك والقلق اللي عندك، ولكن بتحاول تتقبله وتواجهه وتعالجه عشان توصل للحل. ومن هنا انتهت حلقتنا يا صديقي، ومستنيك في الحلقه اللي جايه واللي هتعرف فيها ليه السعاده مشكله. وبفكرك ما تنساش تشوف الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جايه لعلك تنتفع بها وتفيد غيرك. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله.